مرحبا، كيفكم؟ اليوم رح نساوي معروض طيب وبسيط وسهل. بدنا حليب، سكر، طحين، بيض، زبدة، سمسم، سكر، وهاي تبع التزيين، وخميرة وتمر. أهم شي المحلب. أول شي رح نخلط المقادير الجافة: طحين، سكر، هلا بدنا نحركها. هلا رح نحط الخميرة. شوفوا شلون صارت. انا حطيتها من قبل، سويتها هيك لازم تكون عشان تطلع ظابطة. رح ننزلها ليكو 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 الرغوة، بس لجيب معلقة. وهلا رح نحط الحليب والزبدة ونخلطهم. ريحة بتشهي المعروض برمضان نساويها نحن وصايمين، بعد السحور نفطر وناكل. وأنا زدت رشة ملح كمان عشان غيري. نكون شكلها هيك لازم تصير. نحن عملنا هلا بدنا نتركها ساعة ترتاح. عملتلكم اياها من كل قلبي. وهاي العجينة بعد ساعة. أنا حطيت شوية طحين بالطاولة، وعنا بيض ونسكافيه وفانيليا، هاي عشان نحطها على الوش، وسمسم للتزيين. يقليكم سخنة لأن احنا حطيناها على الشوفر. عملناها دوائر صغار. رح نفردها. فيكم تعملوها بالتمر، بالجوز الهند. نحن رح نعمل شوي هيك وشوي هيك. هلا رح نحط العجوة. شوي صغيرة نكبسها. ونلفها. هلا رح نساوي بالجوز الهند، لأن أنا كتير بحب حشوة الجوز الهند. حطينا جوز هند، قرفة وعسل. فيكم تحطوا كمان قطر. ناخد هاي نفرفدها بإيدينا. هلا رح نعملها بهاي الطريقة. هلا رح نلمع على بعض العجينة، نقلبها هيك شوي صغيرة، مو كتير كمان. هيك نفردها لحتى تصير دائرة. هدول كل المعروضات اللي سويناهم.
رح نخليهم يرتاحوا شوي يناموا، وبعدين نطلعهم عشان نحط عليهم البيض والفانيليا ونحطهم بالفرن. ولازم كمان يكون حرارة الفرن 180، لازم تكونوا مشعلينه من قبل. تركناهم نص ساعة وهلأ نحن انتهينا، رح نحط عليهم الصلصة. هلا طلعناهم من الفرن، رح ندوقهم. رح ندوق التمر كمان. شوفوا الطراوة، جربوها كتير طيبة. ما تنسوا تفعلوا زر الجرس وتشتركوا بالقناة. باي.